بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشايخ وأبطال قوات الدعم السريع في كل المحاور، الدبيبات، الخوي، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، عاجل الشفاء للجرحى، شعبنا الأبي الصابر في كل السودان، خاصة في المناطق المنكوبة، كل المناطق الوصلة، الفلول والمرتزقة والمأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا في كتابه العزيز قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله غريب. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد الشكر بعد الرضا، ولك الحمد الشكر عند الرضا، ولك الحمد الشكر إذا رضيت، ولك الحمد الشكر كله علانية وسره. حقا أنت أن تحمد، حقا أنت أن تعبد، أنت رب العالمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزر يا الله بهذه المرتزقة والمجرمين والمأجورين يا رب العالمين. آمين. نصر الأمن ده نصر عظيم، والنصر من رب العالمين. وأنا داير أقول يا إخوان، الناس ديل هم قدرة الله ناسنا. لما نقول الصياد خطوا كل ما يملكوا في الصياد من كيماوي، من أسلحة متطورة، من مقاتلين، من دواعش، كل أنواع كتائبهم كلها خطوها في هذا الصياد، وهم بغرورهم أن القوة دي حتستلم الخوي، حتستلم النهود، وحتستلم الضئين، وحتستلم الفاشر. حسابات كلها بعد ذاك معاكم دول، فعلا معاكم دول، ودول كبيرة ودول قوية، لكن ربنا أقوى، وربنا أقدر، وربنا أكبر. الشيء تم فيكم أمس ده الشيء تم فيكم أمس ده براه درس. لو بتفهموا ده درس. دي قوتكم، القوة الصلبة، دي القوة الصلبة، عشان الناس تكون عارفة يا شباب، يا أبطال، يا أسود. 70% من القوة انتهت، احنا دايرين تكملوا 30% إن شاء الله بإذن الله. أنا من هنا بناشد القادة الموجودين، الهلكة دي كله خليه يدفنوهم والمرقوا من المعركة دي محظوظين، لأن نحن خاطين لكم 20 التفاف، انتوا التفتوا 5 ل7 لالتفاف، لكن خاطين لكم 20 التفاف، جريتوا جري نظيف. طيب أنا وصلت لكم يا أشابس، يا أبطال، يا أسود، والكلام ده قلت لكم قبل المعركة. ده محل ولدونا وربونا. أنا قلت لكم الموضوع ده كل الغادة طق، بس تاني ما في لعب في الموضوع ده، ما في مجاملة. طيب وصيتي يا أخواننا من هنا برضو، الجرحى تحملونا، احنا في ظروف حرب، لكن إن شاء الله حتكون عندكم مدن طبية، مدن طبية بإذن المولى عز وجل، بإذن الله مدن طبية. أنا والله العظيم أنا حزين لاثنين. حزين للمرتزقة، حركات الاتزاق البهينوا فيهم ليل ونهار. اتناد ما عندهم دم، مجردين من الإنسان، مجردين من الإحساس. ذلة بعد المعركة، ذلة في العلاج، ذلة. والله أنا حزين لكم، حتى نسي عليك الله. في المعارك دي كلها مدفقين زي النمل، زي النمل، في كل المعارك، وينبذوا فوق بفوق، وينتوا راضين. مبروك، دي مكمبلن يا من الأمس دي اسمها يا أخوي عجيز سدد بيدا، والقضية دي هذا بقت قضية يا صاحبي. لكن الدور ده بنقول للناس كلها تهب مع بعض، كل الناس عندنا 2 بس، أبيض ولا أسود، ولا معانا ولا ضدنا. بس شغل ده عشان ننتهي منه سريع، عشان نريح، نستأصل هذا السرطان من البلد، نستأصل هذا السرطان من البلد. أنا وصيت لكم من هنا المواتر، أي موتر فوق 3 نفر، 2 شرطا يكونوا سواقين، كردل دي باريها بس ما تخليها تمشي. حنطلع لكم إشارة حتتعمم على كل المتحركات. فالكرة الآن يا إخواني ذهبية أمامكم، ما ترخوا، ما تفرطوا، ما يمرقوا الكلاب ديل. كل الدواعش لمون في الأبيض ما يمرقوا، كلنا تتحرك مع بعض، كل المحاور. أنا زي ما قلت، القوات دي يا إخواننا جابوا لي غرضين. الغرض الأول المعركة ما تكون في الشمالية، ده اللي عمل الحي طبعا، المعركة ما تكون في الشمالية. الغرض الثاني تحقق أهدافها اللي هم ماشي
فيها طبعا تكلمنا فيها. يا اخواني اهل الشماليه، اهل الشماليه، الناس الجايينكم ديل بالذات المحاور بتاعت الشمال عساكر دعم سريع، ما ناس اخرين. اثنين يا ناس الشماليه، انا والله كلام بقول لكم ده، انا لا بهدد زول ولا بغش زول. احنا قواتنا دي وصلتكم ما حدا يمرق من بيته. انما بالنسبه للدواعش عندنا لهم قوائم، كان في طنقل عندنا لهم قوائم، كان في الدبه عندنا لهم قوائم، كان في مريم عندنا لهم قوائم، في كل المدينه عندنا لهم قوائم. قوائم موجوده. النشط منه والمنشط منه احنا عارفينه، المشارك منه والمشارك منه احنا عارفينه، الهرب منه الموجود منه احنا عارفينه. اي زول مطيع لكرتي، مطيع لاحمد هارون، مطيع لاسامه عبد الله، مطيع للمرتزقه ديل، والله بالنسبه لنا هدف مشروع، هدف مشروع عشان ما نخشكم. لكن ما تطلعوا من بيوتكم، ما تخلوا منازلكم، ما تخلوا مزارعكم، ما تخلوا متاجركم. القوات وصلتكم قفلوا دكاكينكم واقعدوا قدام دكاكينكم. ما يغشوكوا يقول لكم يا اخي ديل جايين يعملوا وابدا، ده كله كذب. احنا ما عندنا، ما احنا ما بنعتدي على انسان بريء. شفتونا قاعدين معاكم. احنا لو من بدينا الحرب دي بديناها بنظافه بتاعت الكيزان والعفن المعانا، احنا ما كان وصلنا الدرجه دي. لكن رب ضارة نافعة. احنا اصلا الموت ده ما جديد بالنسبه لنا، قاعدين نموت لكم انتوا من 100 سنه. انا شخصيا 20 سنه بقاتل لكم، والله فقدناهم في تروجي بس. انا دافن حفره واحده فيها 76، اقسم بالله 76 ديل ما افضلهم على الناس، لكن ربي يتقبلهم ويجعلهم في اسمهم الجنه. والله ال 76 ديل يوزنوا بلد. 480 جريح ده في تروجي براها، كل راس دقيقه بيستشهد فيها زول. بتفتنون قبائل مع بعض، دق الراس بالراس. ها؟ لكن داير اقول لكم كلام، والله 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 انا الان بتصل باسر كثيره جدا، والله ذول بقول لي دايرين النصر بس، وبقول لهم امهاتهم ده كلامهم، مش ابهاتهم واخوانهم، امهاتهم بقول احنا دايرين النصر بس. ناس بقت كلها ناس قضيه يا برهان. ما العرب اللي قبل شفتهم، ما الناس اللي قبل شفتهم، ما القبائل اللي قبل شفتها في دارفور ابدا. ناس اخوي الان بقت ناس قضيه. بتصلك في بردان بتصلك، وكان في مدروان بتصلك، وكان في محل ما تمشي بتصلك اللي كنت في تمشي لسيادك دي برا. لكن انت قاعد جوا السودان ده، في المربع السوداني ده كده، ها السودان ده كان موجود فوق في الرقعه دي كده، باذن المولى عز وجل نلم فوقك بقدره الله، بقدره الله نلم فيك. بالنسبه للاسلحه الكيماويه دي حقيقه، ضربت البراميل اللي بتضربوا فيها في المدن، في المدن كلها المراميل دي كلها المهم تغير فراوله كلها براميل. لكن هل كان في ذول بيتكلم؟ عندنا الدليل والبرهان، ما نتكلم ساكت. احنا والله عشان تكونوا عارفين، احنا عارفين مسيرات من اول مسيرات وصلت السودان، صحبة راكب مع مرتزق من مرتزقتكم بعد البريقدار. طيب الدعم المصري، الدعم مستمر بقوة. 8 طيارة كي 8 شافوها المصريين، نزلت اثنين وين وواحدة وين وخمسة وين، ده احنا عارفينه، حتى تاريخ نزوله عارفينه. لكن الحمد لله كل الكلام ده والطيران ده راح في دقائق. ضربة جاتهم في برصان ده شواظم من نار، ولا مصيبة جاتهم من محل ما ربنا جابها. ما عندهم طيارة الآن. في مسيرات الآن بتجي من حتات معينة، برضه هنا عارفين ما حنسمي الجهة تجي منها. في مسيرات الآن بتصل الكومة، ضربة الكومة عارفينها قايمة من وين. هم حظر حصار، انت ما بينفع معاهم طبعا متولفين محظورين 30 سنة وشغالين، 30 سنة وشغالين. والآن كان معاهم المصريين فاتح لهم الآن، اتقفلت البورسودان، الآن الجرارات جاية، ومبارح خاشي 32 جرار. لكن كلها باكد لكم كلها باذن الله نمسحها لكم كلها، او ربنا ادانا نشيلها كمان زي امبارح دي شغله باذن المولى عز وجل. طيب نرجع للمسخره. انا والله حزين برضو تاني للجهه الثانيه اللي ما يسمى بالجيش. انت تقول لنا عندي جيش ومحترف، واثناء المعركه المنقذ عبد الله جنب مش قدام هله. يا اخي حله في ايدك، حله وين قاعده؟ هو انت المعركه بدات ثاني في حله، وانه زول جاك جوا، زول هاجم عليك
خطتك وين انت؟ ما قلت جيش. ما قلت جيش انت. ها؟ وين خطتك؟ طيب ما قلت جيش محترف انت. عبد الله جنة زول مرتزق وزول ميليشيا. الناس دي يعني انتم حاجتين. اول حاجه الدين ده انا زي الكلام ده بسمعه، لكن والله كنت ما يعني بقول الناس دي عشان ضد الناس دي وكده، لكن الدين ده فعلا جلابيه بيفصلوا عليه مزاجه. قال يا اخي قام في المسجد قال انا البندقيه دي انا ما بفرز بيناتهم الداعش ديل. قال البندقيه دي اداني لها الرسول صلى الله عليه وسلم. كلاش جديد جابوا له المصريين ولا ادوا له الجماعه من ديل مع الاخرين. قال الكلاش ده اداني له الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعه الله اكبر الله اكبر في المسجد. يا اخي تغشوا تصلوا ليش نيوت تغشوا منه. نعم الله اكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكره اصيلا. هسه انا من هنا اشاهد بقول لكم قولوا الله اكبر، لكن امشي لك امشي الشهاده، امسكوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ولو استشهدت بتكون بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. شفت الزول طلع وقال هو رأي وما عارف هو انت كنت ترقوا بالرسول. هنا بنختلف معاكم؟ والله ما نختلف. يا اخي الرسول ترقوا بكيف انتوا يا اخي؟ الرسول كان رأيته ما خلاص رأيته حقا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعلى بيته الطاهرين الطيبين. يعني احنا والله لا دعاة حرب، وحاربنا الحرب دي عشان ما تقوم. 4 سنين انا بقاتل فيها عشان ما تقوم. ما خليتكم كلكم بالزنديق حقكم الاسد ديناصور تدمر السودان ده علي كرتي ده انا قعدت معاه. مين كان راكب له بوكس 78 ولافي يوم ذاك عمل له شويل وجا قعد قلت له هذول الجيش ده ماشي بدمر البلد دي وماشي في شغل غلط. قال لي ما عندي اي علاقه. وكلامت انا قلته قبل كده انا ما خليت اي شيء عشان الحرب دي ما تقوم. السده ما تكذبوا وتنافقوا وتغشوا العالم قولوا دايرين سلام. لكن العبنصة ده لحام والله. تاني تخدير حق الجدة البنادولات حق الجدة ها تبادل الأدوار تاني ما في جدة ما في تاني ما في. ما تفتكروا احنا ما عارفينكم. نحن والله عارفينكم وعارفين اللي بتقولوا الإدارة السابقة ادونا شهر نحرر القياده وادونا 45 يوم والوانتو بتتلاعبوا بينكم وبين ديل. ما تفتكروا احنا ما عارفين اي حاجه. والله الارهاب كله بتفرخ في السودان ويتفرع من السودان. والله كل الدواعش افورق الاسد قاتل واقف معاهم ده والله عنده مكتب. والله نحن دفار ملوه ورق تبع الجبهه الاسلاميه تحرير اريتريا. انتم الداعمينهم. مصانع الان الموجوده تبع من المصانع؟ هم عندهم فهم يعملوا مصانع حراميه، عندهم فهم يعملوا مصانع حقت من ما يسمى بمنظومه الدفاعات. طبعا تبع بن لادن. منظومه الدفاعات دي قريش بن لادن والافكار دي حقت بن لادن. اتفق مع ايران وجابها. الحرب دي ما بدأ الايرانيين وجابوا الاوكرانيين غشوهم انه الدعم السريع الفاقره بيتقاتل مع الدعم السريع. غشوا الاوكرانيين جابوهم دخلوهم في المعركه. لكن الناس تدربوا واهلوا هم الحرس الثوري الايراني في وادي سيدو. ده الارهاب هنا. تعرف تقول لي اعمل السلام. كيف تعال اعمل السلام؟ اعمل السلام مع منو ناس؟ برهان ما جيش. برهان هو تنظيم اسمه الاخوان انا ما بقول مسلمين ما بقول مسلمين هم اخوان الشياطين. ده برهان. هم الما دايرين سلام وهم المغرورين وهم يعني خلاص هيستولوا على والآن بدوا في عضوياتهم ونشطوا عضوياتهم وشغالين. أبدا محمد هارون ده تركب في رقاب الناس تاني. مش موضوع ده لسه الحرب دي ما انتهت وإن شاء الله هتنتهي قريب بإذن المولى عز وجل. هتنتهي قريب إن شاء الله وهتنتهي بنهايتكم بإذن الله بنهايتكم. وبرضه وصيت لي أهلنا في الأبيض بنقول لكم يا جماعة احرسوا بيوتكم اقعدوا في بيوتكم اقفلوا متاجركم ما تخلوا اراضيكم. ووضوا وصيتي يا اخواننا للناس اللي بتقاتل معنا حق الناس ابعدوا منه. احنا بنديكم كان في زول تبعنا ترى بشيل حق ناس لكن في ناس مدسوسين واي شفشافي ما زولنا عمل ما دام تعاون مع برهان اي شفشافي. وربنا ان شاء الله ينصرنا ويوفقنا ويجبر كسرنا ويتقبل شهدانا ويشفي جرحانا. وأقول لكل أخوات الشهداء
أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، والله نحن ما ناسنكم. نحن بس في المعركة وإحنا في الحرب، لكن إن شاء الله أول إنجازاتنا حيكون الشهداء، أسر الشهداء والجرحى وأبنائهم. القضية دي ما مربوطة بحميتي بالمناسبة، ولا مربوطة بعبد الرحيم. انتوا قررتوا قبل 4 يوم لو ما تخلصتوا من القائد ونائبه ما بتنتصروا على الدعم السريع. والله الشبالي الآن موجودين في الميدان ديل، والله مليون حميتي ومليون عبد الرحيم. والله أنا تأكدت تماما الآن. أنا لو طلعت في الإعلام وقلت يا جماعة أنا اعتزلت من الحرب دي، وانا اعتزلت من الدعم السريع ده، وانا قدمت استقالتي من الدعم السريع ده، استلموا يا ابطال الاقدم ذول في الدعم السريع، استلم، او عبد الرحيم استلم، او عبد الرحيم لا تقدم استقالتي من الدعم السريع ده، والله الدعم السريع ده يستمر ويصل بورسودان باذن المولى عز وجل. انا من هنا برسل رساله للشاب وحماد درمود، بقول لك يا بطل شكرا جزيلا، وانت اسد ود اسود وده مرتزق عمك ده، لكن انا بقول لك انت من هنا على الهواء مباشره انت مرقب ولازم وتركب من بكره. فده اللي الناس احنا دايرينهم، وده ناس القضيه، وديل اللي بينصروا القضيه، فابشروا بالخير. وفعلا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حينما خذلني الشيوخ نصرني الشباب، فابشروا بالخير. احنا والله شيبنا معانا، شبابنا معانا، ابطالنا معانا. تمرق وين يا جودان؟ وين ماشي يا اخوي؟ نساء جاريات برجلين على الدبيبات. والله ما والله عندنا اسلحه، والله ما خلونا نضربوها، والله ما خلونا نضربوها، والله جبناها لله ما قدرنا نهبشها. دقشوك ودقش، امس ده دقش ناس الدبيبات دقش. ابشروا بالخير، ربنا يوفقكم ويثبتكم وينصركم، وان شاء الله منصورين. والحرب دي فيها كل شيء، تتوقع فيها كل شيء. والناس دي المجرمين ما عندهم حدود في المسؤوليه، ما عندهم حدود في الانسانيه، ما عندهم حدود، لكن ما نجاريهم. اياكم تقتلوا اسير، لكن ما تأثروا منه أول مرة. مالك وماله؟ لو استسلم ممنوع قتله، بقي أسير خلاص، بقي زي ما بيقولوا هنا طير في إيده، بقي أسير خلاص ممنوع. والله لو قتلت ربنا يسألك يوم لا ظل إلا ظل براك، إحنا بريئين منك. ما تقتله، أرفعوا طوال يجيبوا محكمة ميدان، كل المستشارين القانونيين يبلغوا المتحركات طوالي، بلغوا المتحركات محكمة ميدان. الحاجة الثانية برضو ظهر فيديو انه عربيه طالعه في واحد، ده كلام عيب، ده ما بيشبهنا. واحنا هنعمل تحقيق في الزول ده، واحنا الان كتار ناس الان دخلنا من السجون. طيب ما يفوتني يا اخوانا برضو الشباب، الجنود المجهوله، ابطالنا في الاعلام، في التوجيه المعنوي، ابطالنا الان الموجودين في المتحركات وبشبعوا الناس بالقضية في كل المحاور. احنا بنقول لكم شكرا جزيلا. وخاطر الإعلاميين دايرين أقل شيء أي متحرك 5 6 كاميرات تكون مرافقة للمقاتلين يا أخوان، ما تيجي في النهاية جزء لا يتجزأ منك. فأنا بقول لكم شكرا، ما قصرتوا، لكن دايرين منكم دور أكبر. الإعلام توجيه المعنوي الآن ناس شغالة، دايرين منهم يعني دور أكبر. اللي نقول لأهلنا في السودان دعم السريع، ما في لانين. وشايف واحد بيتكلم قبل يومين انه عارف بيتكلم عن قبائل دعم السريع السودان كله، هو كل الناس. بعدين برضو انا فاتني حاجه واحده، والله العظيم احنا الان القبائل الان هم حاسبيننا، وانه نحن والله الان احنا ما داير نسمي قبيله بعينها، لكن والله احنا والله الان الابطال اللي معانا، الوفاء اللي عندهم من القبائل اللي هم بيتكلموا عنها الآن، الوفاء اللي عندهم والله عظيم، يمكن فينا احنا ما موجود. فبنقول لكم شكرا جزيلا يا ابطال، كل الابطال، ما داير اقول فلان ولا علان، لانه لو بديت المشروع ده مشروع كبير، ما داير اتكلم في فلان ولا علان، لكن ربنا يوفقكم وينصركم ويثبتكم. دي ايام مباركات توسلوا لله سبحانه وتعالى، رب يستغفر هذا السرطان يا رب، وعصابته ومرتزقته وعملاهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.